يعني لدينا العديد من القضايا سنطرحها عليك عبر هذه الفقرة، لكن دعيني أبدأ بالإبداع. اعترافات غير مباحة هي مجموعة قصصية، مجموعة تتكون من 15 قصة قصيرة. عايزين نعرف في البداية الملامح الرئيسية. لو حضرتك قدرتي تقدم لنا عرض مبسط للفكرة الرئيسية أو ربما جملة الأفكار التي حكمت هذه المجموعة القصصية. اعترافات غير مباحة مجموعة قصص قصيرة غير مرتبطة ببعضها البعض ظاهريا، يعني هي اسم قصة فيهم، هي اسم القصة قصيرة فيهم اعترافات غير مباحة، لكن ما بينطبقش على باقي المجموعة كلها. وإن كان ضمنيا قد ينطبق بشكل آخر، إن في لحظة في حياة كل إنسان بيحس فيها بحالة اعترافية مش من باب الخجل بل من باب الافتخار. ممكن تجي لك قوة وجرأة في شخصيتك أو لحظة تنوير بتغير مسار حياتك. في الحالة دي بتكسبك قوة وما بتكسبكش خجل منها أو تراجع عنها. بالعكس، أعتقد إن في بعض الشخصيات أو بعض الناس اللي احنا عملناهم في حياتك يقول لك أنا ندمت على حياتي كلها، لأن كان في أمل عنده أو خطة إن هو يعيش حياة واضطرته الظروف واضطرته الأحوال وانساق ورا الأحوال إنه يعيش كما يرتضي الآخرين وليس كما يرتضي هو. فوقفت عند أكتر من قصة، بعضهم بشكل طقسي زي عفريت الست. عفريت الست عن الزار، هي اتنشرت قبل كده يمكن في صباح الخير قبل ما تطلع في المجموعة، عن ان كل واحدة تقريبا في الوطن العربي، لان ما اعتقدش ان في زار في الدول الاوروبية، ان كل واحدة في او معظم الاجيال السيدات فيهم بيجي لهم عفريت خاص بيهم، مش عفريت شبح. عفريت ممكن يكون خايفين من حاجة او عندهم طموحات او تطلعات اكتر، فبيتسلط عليهم، بيتحكم في كل افعالهم. فمن خلال سرد طفلة صغيرة عن ذكريات كانت ليها ان هي كانت اول مرة في حياتها تشوف الزار، بتحكي طقوس الحكاية دي بتنطبق عليها لما بتكبر ان هي بيركبها عفريت العنوسة. بتكتشف ان هي السبب في العنوسة مش هي. لذلك هي في الاخر بتقول ان كل واحدة مننا ليها عفريت، يا اما هي بتعرف تصرفه ازاي يا اما بتعرف تستجيب له ازاي، بحالة سردية بسيطة مش باسلوب يعني معقد. طيب أستاذة همت، يعني أقدر أوصف هذه المجموعة القصصية بأنها تنتمي لما يعرف بالأدب النسوي. يعني أنا لا أحب هذا التصنيف، لكن المجموعة تنصب على دعيني أقول هموم نسوية. هل تحبين هذا التصنيف ابتداء؟ مش بالكامل معاه ومش بالكامل ضده. بمعنى الخصوصية في كونها نسوية ده شيء جميل، لأن فعلا أنا بكتب من خلال انفعالي بالأخريات أو قصص خاصة بنفسي أو مواقف مرت بيا، فده لازم هيكون فيه بصمة الشخصية، وده شيء يعني أنا لا أتبرأ منه. بل بالعكس، أنا يعني أحيانا ببقى ضد ستات كتير وبنات كتير بيحجبوا أنوثتهم كما لو كانت إنها مش مدعاة فخر ليهم. بالعكس، أنا أفتخر إن أنا أنثى وأنثى صحيحة وطبيعية. ليه أحيد عن الطريق يعني؟ أوكي، فأنا بدخل في العالم ده بمنتهى البساطة وفي نفس الوقت بشيء ما من التعمق. بكتب من ذاتي ومن الأخريات. المجموعة يعني لو قلنا الإغراق في الخصوصية هيدخلنا في الشمولية شوية. بمعنى أنا حالتي خاصة مثلا بيا أو حالة سين من البشر خاصة بيا، زي في على الأقل مليون في الكرة الأرضية. مظبوط. فكده أصبحت الحالة شبه عامة، شبه عامة في الحالة الخاصة. فهنا زي ما كل واحد ساعات بيفكر، وبيقولوا الطريق إلى العالمية يكمن في الإغراق في الخصوصية. هي موازية ليها بالظبط، بس أنا ترددت إن أنا أقولها. يمكن ما تنطبقش على ده، أو يمكن تتفهم على إن أنا بتكلم على إن عمل يجنح للعالمية. لا، اللي أنا أقصده الفقر في كل مكان هو الفقر في كل مكان، أيا كان لغتك، دينك، انتمائك، هو في كل العذاب، الظلم، الفرح، الأسى، الأم اللي بيموت لها ابن شهيد في أي دولة سواء كان معاك أو ضدك، هو نفس الحزن عند قلب كل أم. فإذا في مشاعر إنسانية عامة مش هنختلف فيها مهما اختلفت الألسنة أو الديانة أو المذهب السياسي أو إلى آخره يعني. فعلشان كده أنا كنت بلمح في مختلف مراحل العمر للستات اللي حواليا بوجه خاص. هو بعض الأشياء فيهم عن الرجال أيضا، لكن مش ده قضيتي الأساسية. القضية الأساسية عندي إن مراحل العمر كلها داخل كل واحدة فينا أنثى منذ نشأتها إلى أن يتولاها الله بقى. يعني أنا عندي هنا قصة اسمها جلست تلعن طول العمر. قد تؤخذ بمحمل إنها طول العمر قاعدة تلعن، لكنها في حقيقة الأمر بتلعن مدى طول العمر. الناس كلها بتجنح إن يا رب طول في عمرك. لا، العمر الطويل بلا طائل وبلا فايدة وبعوالة على الآخر، يا رب أثر العمر أحسن.
فبتتكلم على واحدة فقيرة عجوزة غلبانة بس جواها حتة أنثى متروكة في حالة وحدة باستمرار. فهي مش حابة ده، لأن كل أصحابها وكل رفاقها وكل اللي معاها مش موجودين، أصبحوا صور زي الأشباح، مش فاكراهم ولا فاكرة أساميهم، بقت لوحدها في العالم في عيش صفيح محدش بيشوفها ولا. بس طبعا أنا عاملاها بشكل صورة وصفي أفضل من هو الحقيقة أحيانا بنقعد مع نفسنا نشعر، وانا يعني اسف لهذا التعبير، نشعر اننا عشنا اكثر مما ينبغي. المسألة هنا على فكرة ما بتبقاش متعلقة بامرأة تعاني مشكلة كمشكلة العنوسة او رجل يعاني مشكلة ما ايا كانت. القضية بتبقى قضية احيانا افتقاد جدوى، افتقاد غاية، ما بيبقاش عارف هو عايز ايه، او عمل كل اللي هو عايزه فخلاص قضي الامر. اعترافات غير مباحة زي ما كنا بنتكلم أستاذة همت قبل التسجيل. كنا بنقول ان الاعتراف بيبقى اقرار بما كان سرا في يوم من الايام، سواء كان هذا السر عمل بطولي جدا او عمل مخزي جدا. ما هي الاعترافات غير المباحة في قصة اعترافات غير مباحة؟ ولماذا هي غير مباحة؟ غير مباحة لان محدش بيجرؤ يقول للأقوى منه انت اللي ظالم مش انا. يعني لو كان حد ذو سطوة او انت رادخ له بسبب ما ايا كان، سبب نفسي او عاطفي او عملي او مادي او في لحظة لازم تقلب فيها الترابيزة ايا كانت، يعني اصلا مش هتبوظ اكتر ما باظت. ففي وقت ما لازم هتقول لا انت ظالمني، اصل هيعمل ايه اكتر من ان هو ظلمك. فهنا يقال مثلا يا عم انت ما تعرفش ده قوته قد ايه، انا طيب احسن هاوده. لا طب لو انا الاقوى كنت هاوده؟ لا بالظبط. هو وقفت صراحة مع النفس، انا برتدي كرامتي خلاص وما عداها لا يهمني ولا حتى رزقي، الرزق بايد ربنا زي ما بيقول. لكن الموقف التمرد اللي هو بيحصل تمرد يديك بطولة، ما يديكش نوع من الضعف. يعني لو كل واحد واجه نفسه قبل ما يواجه غيره الاول هيكتسب القوة دي، وساعتها لما هيواجه الاخر هيواجهه بمنطق مش بمجرد شيء تمرد في اللا شيء، يعني لمجرد العصبية وخلاص او كده. فدي الاعترافات الغير مباحة اللي هو من الاخرين مش منك، مباحة ليك لكن من الاخر لا يبيح لك ان تعترف بخطأه. بمعنى اصح تيجي لحظة عندك تقول لن ادفع من عمري ثمنا لعقد الآخرين. هنا نقطة وانتهى السطر.